أنا اشتريت بطاقة ذاكرة خارجية وكنت مبسوط إني وأخيرا صار فيني كمل شغل، ولكن في الأخير اكتشفت إني عملت غلط غبي. قبل كم سنة اشتريت ماك بوك واشتريت معاها كمان بطاقة ذاكرة خارجية من سامسونج بمساحة 1 تيرا. تعرفوا سياسة أبل المقرفة بخصوص المساحة. وبعد فترة قصيرة بعت الماك وضل عندي بطاقة الذاكرة، وقلت لحالي يلا بستخدمها وقت الحاجة. ولما اجى وقت الحاجة انصدمت إنه بطل يشتغل وصار يعطيني 40 ميجا بس من 1 تيرا. واليوم لابتوبي مليان على الأخير ومضطر اشتري بطاقة ذاكرة خارجية لكمل شغل. وبعد ما دورت وسألت وبحبشت لقيت انه تقريبا ما في احسن من سامسونج، فاشتريت بطاقة جديدة واللي هي السامسونج شيلد تي 7، والقديمة كانت سامسونج بورتابل تي 5. والقرص الجديد بيختلف عن القديم بكم شغلة مهمة، وهن أولا سرعة الكتابة والقراءة الضعف تقريبا. ثانيا هاد مصنوع من الألمنيوم، شكله حلو ولكن غير مقاوم للصدمات ولا الغبار أو المي، بينما هاد مغطى بطبقة من البلاستيك مقاوم للصدمات وكمان مقاوم للغبار والمي بمعيار IP65. ثالثا هاد أرخص، ولكن ما تتفاجأ إذا صحيت يوم ولقيته بطل يشتغل، بينما هاد أغلى شوي ولكن بتنام وأنت مأمن على ملفاتك. رابعا والأهم، بغض النظر عن نوع البطاقة اللي عندك، هدول شوية شغلات إذا عملتن 100% راح تتعطل البطاقة. أولا لما تشبكها على جهازك اتأكد إنها تكون بمكان ثابت وما تتحرك أبدا، وخاصة أثناء نقل الملفات. ثانيا المنفذ اللي راح تستخدمه للتوصيل اتأكد إنه جيد وثابت وما صاير فيه ارتخاء أو توسع. طيب كيف ممكن أعرف؟ بتعرف لما الكابل يلعب ويرقص هيك. ثالثا ما بيصير تخزن ملفات على القرص وتتركها شهور وسنين بدون ما توصلها على الكمبيوتر. رابعا اوعك تفصل البطاقة بدون ما تعمل إزالة من هون بالأول. وإذا كنت مهتم بالمنتج تركت لك الرابط بالوصف، ولكن احذر إذا اشتريت عن طريق الرابط ممكن آخذ عمولة بدون ما يترتب عليك أي شيء زيادة على سعر المنتج. وبعد كل هذا الحكي فجأة تذكرت شغلة خلاني أحس بغبائي.